صباح الخير عليكم اخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى انا عملت تجربه جديده. بصراحه اول مره اعملها. انا شفتها وكنت لاجل الحظ بسلق بطاطا. فقلت طب اما اجربها كيكه البطاطا ديت، وفعلا فكرتها حلوه جدا وتنفع للدايت. كويسه جدا ليه؟ لانها ما فيهاش دقيق خالص خالص خالص، وما فيهاش سكر خالص خالص. غير هي الوصفه كانت ب3 معالق، وانا حطيت فيها معلقه ونص علشان انا مش بحب السكر، عشان تبقى يعني البطاطا هيبقى فيها سكر. لقيتها يعني هي مسكره شويه، وقلت انا اخف السكر علشان برضو مدام للدايت يبقى الواحد يستغنى عن السكر. ويا ريت لو يستغنى خالص يبقى جميل. كل واحد حسب رغبته بقى. اللي عايز يحط 3 معالق بتوعها يحط. انا قالوا 3 معالق سكر وربع كوبايه زيت. زيت بقى ذره نضيف، زيت عباد نضيف، ربع كوبايه بس او ربع كوبايه سمنه. وتحطيهم في القالب او في الصينيه اللي انت هتعملي فيها، زي قالب زي ده او غيره، قالب 18 او 20. وتسيحيهم فيه كده وتمشيهم في الجناب كله. وبعدين بتروحي دلقاهم على الكيكه. وانت بتعملي هقول لكم المقادير وهقول لكم الطريقه. طريقة سهلة 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 جميلة جدا، وإن شاء الله هتطلع جميلة. بصراحة لسه ما دقتهاش. أنا قلت أنا طالما عملتها طب ما أنا أوريها لإخواتي وحبايبي، يمكن اللي عايزة تعمل رجيم، يمكن اللي حد عايز يستفاد بأي طريقة ما فيها بيها يعملها. وهقول لكم المكونات. أول حاجة طبعا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وبنحطهم في الميكسر اللي هو العجان يعني، وشوية فانيليا، ومعلقة صغيرة قرفة، و3 معالق سكر. انا قلت لكم شلت معلقة ونص وحطيت معلقة ونص، 3 معالق كبار. اللي عايز بقى يحط اكتر اقل براحته، بس هي حلوة قوي. انا حطيت معلقة ونص وبعدين شغلت الميكسر عليهم 3 معالق، سوري، معلقة ونص سكر. وهي الحقيقي بتاعها كان الوصفة كانت 3 معالق وبيضتين. وحطيت نقطة خل وحطيت معلقة صغيرة قرفة، وابتديت أشغل وذرة ملح، وابتديت أشغل المضرب وضربتهم كويس أوي 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 أوي. بعد ما ضربتهم كويس أوي رحت منزلة ربع كوباية الزيت أو السمنة حسب ما انت هتحطيها، براحتك خالص. ضربتهم كويس وبعدين نزلت 3 معالق نشا او ربع كوباية نشا، او ربع كوباية نشا. فيعني 3 معالق كبار او ربع كوباية حسب ما تحب. وبعد كده رحت منزل عليها كوب من البطاطا، كنت سلقاها. هو طبعا لو انت شويها يبقى حلو عشان ما فيهاش ميه، بس انا الحقيقه يعني كنت سلقاها وكانت الميه بتاعتها قليله، يا دوبك استوت ونشفت. وبرضه حطيتهم كده على منديل كلينكس علشان خاطر يبقى الحجم سوري لو فيها اي ميه تنزل فيها يعني، عشان قبل ما اقشرها. فحطيتها على منديل كده المنشف بتاع المطبخ دوت شويه كده يجي 10 دقايق، وبعدين رحت مقشراه. قشرتهم كانوا 3 بطاطات متوسطين الحجم كده. للحق يعني هما كانوا يعني ممكن كوبايه كبيره كده، اللي هي الكوبايه بتاعتنا بتاعت المج الكبيره او ازيد شويه. وقلت مش مشكله، ما احنا هنظبط المقادير بعد كده بالحاجه اللي هنحطها بعد كده. هنحط بقى يا ستي الكل. حطيت الكوبايه البطاطا وضربت بيهم، وحطيت طبعا النشا، وضربت كل ده في بعضه. وبعدين معايا بقى كده ربع كوبايه لبن على جنب، يعني احتياطي. وبعدين جبت بقى 3/4 كوبايه شوفان ناعم. 3/4 كوبايه شوفان ناعم. وابتديت انزل فيها شويه 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 شويه، وبعدين رحت حاطه بقيه الحبه اللي هم 3/4 كوبايه كلها. لقيتها عايزه حبه لبن صغيره، رحت مزوداها بق لبن صغير. وحطيت معلقتين كبار بيكنج باودر، يعني الكيس كله بمعنى اصح. حطيت كيس بيكنج باودر كله وضربتها. ورحت لقيتها قوامها حلو ومعقول كده، لا خفيفة ولا تقيلة، معقولة. واتضربت ضربة كويسة طبعا. ورحت بقى طبعا احنا كنا القالب كنا دهنينه سمنة على زيت. حطيت انا سمنة على زيت، شوية زيت ومعلقة سمنة عشان تديها ريحة حلوة. ورحت مبطنة بالبتاع، وبعدين رحت رشة فيها شوية في القالب شوية شوفان خفيف كده.
وبعدين بقى رحت منزلها في القالب ورشيتها بالسمسم زي ما انتم شايفين، ولقيت عندي في الدرج شويه مكسرات كده صغيرين، رحت رشاهم عليها. قلت ايه، خلي التجربه تطلع جميله عشان اول مره. ولسه ما قطعتهاش والله. انا قلت قبل ما اقطعها لازم اوريها لكم، علشان لو طلعت حلوه وجميله يبقى انا استفدت وانتوا استفدتوا. وهي جميله في حاجه ان شاء الله هتكون اللي هي ايه، اللي هي ما فيهاش دقيق خالص خالص خالص، وما فيهاش كمان سكر. غير انا حاطه معلقه ونص، انتوا عايزين تحطوا 3 معالق كبار زي ما هي الوصفه بتقول، بس انا لا، انا حطيت لها معلقه ونص كبيره بس، واعتمدت على حلاوه البطاطا كفايه، وان هي تبقى حاجه مشبعه علشان الواحد ما يبقاش عايز ياكل اي سناكس من اللي هو احنا بنجيبه من الافران، او حتى الكيكه بتاعت البيت دي بتبقى لازم لها سكر كويس يعني. فلا، قلت لا دي جميله جدا، وان شاء الله تعجبني وتعجبكم. ولما اقطعها وهوريكم وهدوقها، لسه ما دقتهاش للامانه والله، هدوقها وهقول لكم بالامانه بالامانه بالامانه، عشان حرام طبعا. فلازم اقول لكم بالامانه، عشان اي حاجه في البيت دلوقتي بتبقى مكلفه، ودي بس دي تكاليفها بسيطه قوي، بس برضو اي حاجه لازم واحد يقول بالامانه، عشان حرام يأذي الناس ان هي تعمل حاجه وما طلعش عاجباها. هكمل الفيديو بعد كده لما اقطعها وهوريها لكم. وادي طعمها، وادي شكلها لما قطعناها وشلناها من القالب. نسيت اقول لكم معلومه مهمه جدا، احنا واحنا بندخلها الفرن لازم نحط القالب، من القوالب دي لازم تتحط في صينيه تانية ألمونيا. يعني ده قالب ألمونيا بس مشرشر كده من الجناب. تحطيه، القوالب دي ما بتبقاش تقيله زي الصواني، فلازم تحطيه في صينيه ألمونيا، يعني تلبسيه كده في صينيه ألمونيا علشان ما تتلسعش منك بسرعه. تحافظي على ان هي يعني ما تتلسعش منك، او سواء اي تيفال او ألمونيا خفيفه، لازم القوالب تتحط في صينيه ألمونيا علشان يحميها ما تتلسعش منك. وطلعنا اهي جزء منها علشان نجرب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واجربها معاكم لاول مره وبمنتهى الامانه هقول لكم. اهي شوفوا شكلها عامل ازاي، شكل القطعه، بصوا شكلها. الصوره مش واضحه ولا واضحه؟ اجيبها لكم على حته بيضه اكتر. اهي بصوا شكلها عامل ازاي من وادي القعر بتاعها. شوفوا عشان حطها في صينيه ألمونيا من تحت عامله ازاي، وانا رشيتها بالسمسم بقى قلت لكم. شوفي شكلها جميل ازاي. لسه بقى هندوق طعمها واقول لكم بمنتهى الامانه طعمها عامل ايه. بسم الله. ما شاء الله جميله جدا طبعا طعمها، ومع الشوفان ومع السمنه مع القرفه، معلقه القرفه الصغيره اللي انا حطيتها، ملو معلقه صغيره كبيره، يعني ملو معلقه صغيره كده قرفه، مديها طعم جميل. وعلى فكره يعني مش ناعمه قوي عشان البطاطا، لا، علشان الشوفان مخلي فيها كده يعني ايه سنس كده، حاجه كده يعني مش سوفت قوي يعني، لا يعني حلوه طعمها جميل جدا. المكسرات والسمسم والقرفه مدينها طعم ومذاقها جميل، مش دلع خالص يعني. هي بصراحه كده ما تعتبرش دلع خالص، دي هي طعمها كده ممتاز 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 يعني. بجد انا بنصحكم لو انتوا بتعملوها عشان الدايت، حطوا برضو معلقه ونص صغيره ممسوحه كمان، مش معلقه ونص كبيره، معلقه ونص مش مليانين قوي. بصراحه حلوه جدا، مش محتاجه ابدا حكايه ان انت تحطي سكر اكتر او كده. بص شكلها وبصي جمالها، طعمها وشكلها جميل جدا جدا. يا رب تعجبكم ان شاء الله، وهحط لكم المقادير في صندوق الوصف. وفعلا اما بيكون عندك شويه سمسم وترشيهم او شويه مكسرات كده بيدوها غناوه وبيدوها شكل تاني، وان شاء الله تعجبكم. واحط لكم الصور بتاعتها في صندوق الوصف، والشرح كله في صندوق الوصف، عشان ان شاء الله تشجعوا تعملوها وهتعجبكم. ولو عجبتكم بقى بيعملوا لي لايك ودعوه حلوه من قلبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.